اهلا حبيباتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال. كما راكم تشوفوا اليوم راني في الطبيعه. حبينا نغيروا شويه، خرجنا من الاجواء تاع الدار ومع فصل الشتاء والبرد، وحبيت نشارك معكم الاشياء اللي حضرتها قبل ما نخرج في هذه الخرجه. نتمنى ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. وعلى بركه الله بديت باول حاجه البراج. عندي هنا 3 كيسان سميد متوسط مع كاس سمن ذايب، وعندي تقريبا نص كاس ماء مع ماء زهر. رايحه نبل به العجينه تاعي، ورايحه ندير لها ذوق تاع البرتقال، يعني رايحه نكهها بالمبشور تاع حبه برتقال. يعطي لها ذوق مختلف شويه على البراد العاديه، وانا شخصيا نفضلها بزاف هذه بالذوق تاع البرتقال. وعندي عجينه التمر رايحه ندير لها شويه زبده ونعجنها مليح بالماء تاع زهر. ونبدا بالخطوات العاديه المعروفه تاع البراج او المبرجه، هذه الوصفه التقليديه الجزائريه المعروفه بزاف، واللي دائما من يبدا شويه الاجواء تاع الربيع تبان يعني في الطبيعه، نبداو نحضروها باش نخرجوا للهواء الطلق. انا بديت شويه بكري، يعني الاطفال تعرفوا مرات مع الضغط تاع الروتين تاع كل يوم تاع المدرسه ومع البرد دائما في البيت. حبينا نغيروا شويه وحبيت نحضرها لانه مقاديرها كانت يعني متوفره عندي. درت هنا سميد تاعي ودرت له ملعقه صغيره ملح، ومن بعد بديت ندخل هذاك السمن في السميد بالطريقة هذه اللي راكي تشوفي، وأكيد راح نغطيها ونخليها مدة حتى تشرب هذاك السمن. ونرجع نكمل ندير لها اللزاز تاع التشينا. انا نفضل نخليه يعني حتى بعد ما تشرب مليح هذاك السمن باش يجي الذوق تاع البرتقال باين بزاف. ممكن يعني اذا ما تحبيش الذوق تاع البرتقال في البراش تستغني على الخطوة هذه ولا هذا تاع النكهة تاع البرتقال. يعني هذه الخطوة تاع لزاز تاع التشينا يقدر الواحد يستغني عليها. انا مرات نديرها هكذا ومرات هكذا، وفي زوج يعني تكون الذوق تاعها بنين. هذه تاع التشينا تكون احسن بالنسبة لي انا اكيد. وهنا بعد ما زدت اللزاز هذا تاع التشينا نبدا نبلها بالماء وما زهر بالتدريج برك، ونكمل المراحل المعروفة يعني تاع البراج أو المبرجة، اللي هي وصفة تقليدية جزائرية معروفة تحضرها الأسر الجزائرية بزاف في الأيام العادية وخاصة في فصل الربيع. يعني يخرجوا للهواء الطلق ويدوها معاهم مع أشياء أخرى كثيرة. هذه واحدة منها برك. بالتدريج هنا ندير الماء وما زهر، ومن بعد 2 كرات ونبدأ نحل كل واحدة على حدة، ونحل الغرس تاعي على قطعة بلاستيكية دايما باش تسهل عليا. وبعد نكمل نحل بالرولو حتى نتحصل على السمك اللي راني حبته انا، تقريبا كيما المقروط يعني بطريقة اخرى. استعنت هنا بهذا المقطع برك باش نوفر على روحي الوقت وباش يجوني الحبات تاع البراج قد بعضهم. مانيش حابه ندير الطوابع اللي يطولوا عليا، وفي نفس الوقت يعني هذا فيه هذاك الشكل اللي مختلف شوية على الطريقة العادية تاع السكين أو الموس. وهنا درت هذه الرسومات سريعة برك بالظهر تاع الموس. وكل مرة يعني من يبدأ فصل الربيع كل يوم الإنسان يحاول يدير لها أشكال أخرى مختلفة. اليوم حبيت حاجة سريعة، درتها هنا في الطاجين تاع الحديد تحته طاجين تاع الطين، وخليتها طابت في غرضها. ومن بعد درتها في العلبة البلاستيكية بعد ما بردت تماما بالشكل هذا. هذه العلبة ساعدتني بزاف لأنه باش ما تجيش فوق بعضها، باش ما يعني ما تفتتش من بعد. وهنا باش ندير حاجة سريعة للأطفال، في مكان أنه يعني عوض أنه نشريو حاجة من المحلات ولا ذوبت شوكولا في حمام مائي ودرتها على ورق زبدة دوائر بالشكل هذا اللي راكي تشوفيه. وندير هنا مكسرات اللي عندي قطع صغيرة مفتة يعني كمية قليلة. زبيب، هنا درت زبيب الأسود، وعندي هذا الحلوى اللي بذوق تاع حبة حلاوة واللون ثاني مليح. هذه حتى اللمجة تاع الأطفال للمدرسة يقدروا يدوها معاهم هايلة، وإذا ما تناولناهاش اليوم ما راح لها حتى شيء، الغدوة يقدروا يتناولوها. وفي دقائق توجد مباشرة كما راكي تشوفي هنا نشفت. حتى القطع هذوك نفضل ندير بزوج حبات و3 مكسرات باش ما تيبسش الشوكولا
يعني قبل ما تيب الشوكولا ندير هاد الخطوات باش يثبتوا لي هاد المكسرات في الحبات تاع الشوكولا، ودرتهم هنا في هذه الفطور بوكس هذه خاصة باللمجة تاع الأطفال تاع المدرسة، باش يبقاو لي يعني على حدة وما تجيش فيهم حتى شي اخرى، حتى اذا ما تناولوهمش اليوم كاملين يبقاو. درت هنا الكابريس الغني عن التعريف، لازم يعني في من تكلموا على الخرجات تكلموا على الكابريس. والعلبة محكمة الغلق ماهوش راح يصرى لهم حتى شيء. وهنا درت الجي او العصير في هاد لي بيو هذو باش نوفر المساحة في السلة اللي راح نديها معايا. القرعة تاع العصير راح تدي لي مساحة كبيرة، وهذو ماهمش طوال بزاف يعني ما يحتاجوش مكان عالي، وفي نفس الوقت يرفدوا كمية لاباس بها. عندي نصف لتر هنا تاع الجو. وما نحتاجش ندير لي غوبلي للعصير لانه فيهم هذه الفتحه يقدروا يشربوا منها بطريقه عاديه. هذو حتى للمدرسه للماء وللعصير عمليين بزاف. بعد ما كملت هذه التحضيرات درت لاتاي اللي نحنا الكبار في هذا الترمو باش يبقى محافظ على السخانه تاعو. ونبدا مباشره نحط الحوايج تاوعي في هذا الباني ولا السله تاع البيكنيك باش نعرف نشوف المساحه اللي عندي ونقدر يعني ننظمهم بطريقه بحيث ما يبقاوش الاشياء تاوعي يتحركوا، خاصه الترمو تاعي باش يبقى في وضعيه جيده. بديت بهذه العلبه الكبيره اللي فيها البراد، حطيتها هي الاولى من تحت، ومن بعد درت هنا هذو تاع العصير نضمن برك بلي مغلوقه مليح ثاني. باش من بعد ما نروحش وانا عندي طوارئ ولا نوصل المكان اللي راني رايحه ليه وانا عندي طوارئ في السله تاعي لي قبلي خاصين بلا تاي يعني باش نشربوا الشاي. وهنا هذو البناديل الورقيه ممكن نحتاجوهم، درتهم في علبه بلاستيكيه باش ما يعني ما تيحش عليهم اي حاجه اخرى، يبقاو نضاف في علبة أخرى محكمة الغلق. ودايما العلب مستطيلة كما ديما نقول لكم توفر مساحة. ونبداو بالعلبة الكبيرة باش تقدر توفر لنا مساحات أخرى الفوق. هنا فضلت نديرهم في هذا الكوان هذا، نعمر الفراغات خاصة على جال لو تيرمو كما قلت لكم باش ما يتكسرليش. وهذه الشوكولا تاعي والحلوى درتهم هنا من فوق. هذه سلة دونتيل اللي مازال لي لغاية اليوم تجيني أسئلة على السلات تاع الدونتيل. هذو منتوج بلادي صنع شركة هوم لايف كما دايما نقول لكم، والحمد لله يعني سوليد روعة. احنا في آخر لحظات قرر بلي ممكن نتأخروا بزاف والأطفال ممكن يجوعوا. حضرت هاد لي ساندويتش سريعا. هذا الخبز سبق لي وشاركته معكم في فيديو سابق، ودرت فيه يعني عجينة واحدة ودرت بها حشوات مختلفة للأطفال المدرسة ولا حتى الوجبات تاع الكبار النساء العاملات. درت فيها هنا يعني ساندويتش عادي. هنا عندي مايونيز وجبن وسلطة، وعندي هذيك الكفتة تاع لابيون داشي مع الخضر، يعني ماهيش غير اللحم وحده، فيه الخضر هكذا باش نضمنوا باللي نمدوا الاطفال حاجه اللي تكون شويه غنيه. سريعا حضرتهم ورايحه نزيدهم ثاني مع الاشياء اللي عندي في هذه الاكياس الورقيه هذه، باش حتى اذا جاعوا ما نضطرش انه نتناولوا حاجه برا. ونحطها هي ثاني من فوق في السله. هذه الحاجه اللي مليحه بزاف في هذا السلل هو انه يرفدوا كميه هائله يعني جايه عاليه هكذا بواحد الطريقه. رفدت لي كل شيء حتى قرعه الماء لقيت في الاخير مكان، وفضلت يعني باش الترمو تاعي ما يتحركش درتها هنا وغلقت السله تاعي عادي. وهكذا جمعت كل شيء في مكان واحد يعني باش ما نديش معايا اشياء كثيره. هذه حتى في الاماكن البعيده تنفعني بزاف. نخلي لكم رابط صفحه الفيسبوك تاعهم لايف باش تشوفوا الاسعار يعني وتشوفوا المنتوجات، لانه الاسئله اللي مازالت تجيني على السلات تاع الدونتيل هذو على اسعارهم واحجامهم. هذه ثاني بالاحجام ان شاء الله تروحوا تشوفوا الصفحه وتلقاو معلومات اكثر. وهكذا جمعنا اغراضنا ولبسنا الملابس تاعنا وانطلقنا في الرحله هذه الصغيره بهدف تغيير لا اكثر. يعني حتى الاشياء هذه اللي شاركتها معكم هكذا برك يعني باش تبادلوا مع بعضنا الافكار. النفس تمل لازم لها شويه تغيير. وهكذا وصلنا للمكان اللي كنا رايحين نروحوا ليه. كما راكم تشوفوا الجو يعني لاباس به ماهوش كما الربيع ولا في الصيف.
نغتنموا الفرصه حتى في الشتاء كيكون الجو هكذا مناسب شويه، نقدروا نخرجوا نغيروا اجواء، والاطفال خاصه يغيروا اجواء هما ثاني. نتمنى ان شاء الله حبيباتي الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، نتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا لكم بزاف بزاف على تعليقاتكم الرائعه، على تفاعلكم خاصه مع الفيديو الاخير تاع تنظيم لوازم الخياطه من علبه بلاستيك. لقيت بلي كاين مشتركات بزاف يحبوا اعاده تدوير، ان شاء الله يكون مزيد في فيديوهات جايه. وشكرا لكم بزاف بزاف على دعمكم الدائم للقناه، ان شاء الله يا ربي يكون عند حسن ظنكم. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.